بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم. وحشتونا من السنة اللي فاتت وإحنا مستنيين المحاضرة دي بفروغ الصبر. اتأخرت عليكم شوية بس إن شاء الله السنة دي جايين عاملين لكم خطة محترمة جدا 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 عشان بنمرنك لتالتة ثانوي. اللي انت هتعمله السنة دي معايا هتتعود عليه إن شاء الله السنة الجاية. إحنا شغالين معاك كأنك في سنتر، معاك مستر غريب رجب مدرس التاريخ بالإسماعيلية. إن شاء الله هنحاول بقدر الإمكان نوصلك للنهاية. الهدف يا وحش مش السنة دي، الهدف السنة الجاية إن شاء الله، بحيث إن احنا نوصلك للدرجة النهائية. بنمرنك خطوة بخطوة إزاي تفكر وإزاي توصل للحل وما تحفظ. الهدف الأساسي عندنا إن أنت تفهم. نسبة الامتحان لما بيجي 90% فهم. النهاردة معاك أول درس من دروس التاريخ لتانية ثانوي، وإحنا إن شاء الله هنتكلم في التاريخ الإسلامي، في حاجة ممتعة، حاجة هناخد عليها حسنات وفي نفس الوقت ناخد عليها درجات. هنتكلم في خلال الترم ده إن شاء الله على 8 دروس مهمين، كل درس قد كده، يعني كل درس لوحده تقريبا فصل. فإحنا هنتكلم على مدار ترم كامل في 8 دروس بخطة هنشتغل بيها. هينزل لك إن شاء الله الدرس، هينزل مع الدرس PDF الدرس والواجب، وان شاء الله حضرتك هتحل، وبعد ما تحل ينزل لك الفيديو بتاع الحل ويتصحح ان شاء الله الحل بتاعك، وينزل لك امتحان ونبدا نقيمك. ما تراكمش، لان احنا معانا فريق عمل هيتابعك خطوه بخطوه، هيعرف انت تابعت، انت سمعت، انت ما سمعتش. فانت وفر على نفسك، ما تنزلش سنتر وتابع مع مستر غريب رجب. النهارده هنتكلم على اول درس عندي في دروس التاريخ. فاحنا اتكلمنا على او هنتكلم في المنهج على 8 دروس مهمين جدا جدا جدا. اول درس عندي احنا بنتكلم طبعا على الحضاره العربيه وظهور الاسلام. هنبدا نتكلم في اول درس عندي، يمكن انت سمعته او نزلت المدرسه او سمعت اول درس. فبيقول لي بكل بساطه هتكلم على حضارات شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. هنتكلم على العرب ونتكلم على العرب بصفه عامه، حياتهم كانت عامله ايه، دنيتهم كانت عامله ايه، احوال شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. ايه هي شبه الجزيره العربيه وايه مقومات الحياه، ايه شكل الحياه، الناس دي كانت عايشه ازاي، هل هم كانوا عايشين في خيام، كانوا عايشين في ممالك، كان عندهم تقدم، كان عندهم انبياء، كان عندهم دين. هنعرف الكلام ده كله. فهنرجع بآلة الزمن نعيش ترم كامل في حضارات شبه الجزيره العربيه. احنا طبعا السنه اللي فاتت اتكلمنا على بعض الحضارات اللي كانت موجوده عندي، زي حضاره مصر، حضاره فينيقيا، حضاره الرومان، حضاره اليونان، وحضاره العراق. النهارده هنتكلم في حضاره جديده خالص، وهي حضاره شبه الجزيره العربيه، التي تعد حدا فاصلا، او كانت تعد حدا فاصلا بين اكبر حضارتين موجودين في العالم في الوقت ده، وهي حضاره الفرس اللي هي حضاره ايران، وحضاره الروم اللي هي الحضاره الرومانيه اللي احنا شرحناها السنه اللي فاتت. طيب انا هتكلم على ايه في شبه الجزيره العربيه، وايه اللي موجود، وايه هي اصلا شبه الجزيره العربيه، وهل الخرائط مهمه ولا مش مهمه؟ كل الاسئله دي هنجاوبك عليها، ما تستعجلش، يواش يواش، واحده واحده، هنبدا نمشي مع بعض خطوه خطوه، ما تستعجلش معايا. هعلمك ازاي تذاكر تاريخ وتحل تاريخ، هعلمك ازاي توصل للمعلومه، بس بالراحه ما تستعجلش. لما نيجي نتكلم على حضارات شبه الجزيره العربيه، تيجي نبص كده للمنطقة اللي احنا بنتكلم عنها، اسمها منطقة شبه الجزيرة العربية. منطقة شبه الجزيرة العربية حضارة مهمة جدا، قامت ما بين حضارة الفرس وما بين حضارة الروم. طبعا كانت السنة اللي فاتت خدنا حضارة مصر وحضارة فينيقيا. فلما اجي اتكلم ايه هي شبه الجزيرة العربية ومين اللي سكن في المنطقة ديت. منطقة شبه الجزيرة العربية منطقة محاطة بالماء من 3 جهات. يلا نقلب الحصة جغرافيا. منطقة محاطة بالماء من 3 جهات. منين ال3 جهات؟ البحر الأحمر، يلا نتكلم جوه تاريخ، اسمه بحر القلزم من جهة الغرب. يبقى تعرف الاتجاهات يا وحش. يبقى أول حاجة موجودة عندي هتكلم عنها في شبه الجزيرة العربية هي منطقة عربية. طب هي عربية ليه؟ لأنه بيتكلموا لغة عربية، وهعرف أصل العرب إيه. فيجي يقول لي هي منطقة محاطة بالبحر الأحمر من جهة الغرب لحد الخليج العربي من جهة الشرق، ومن بحر العرب والمحيط الهندي من جهة الجنوب، حتى ممالك اللي موجودة عندي في الشمال. يبقى أنا هتكلم بكل بساطة على منطقة شبه الجزيرة العربية، منطقة محاطة بالماء من 3 جهات، بحر القلزم من جهة الغرب، الخليج العربي من جهة الشرق، بحر العرب من جهة الجنوب. وده خلاها
حلقة اتصال. يعني ده خلى المنطقة العربية أو منطقة الجزيرة العربية لها أهمية استراتيجية مهمة جدا. خلى منطقة الجزيرة العربية اللي قدامي دي لها أهمية جغرافية، فهي حلقة اتصال بين الشرق والغرب. فدي أول شق عندي، احنا ليه سميناها شبه الجزيرة. طيب تاني حاجة ليه سميتها شبه الجزيرة العربية؟ قال لي لأن سكنها العرب. مين العرب؟ احنا أول ناس اتكلمنا باللغة العربية. طب أصل العرب جايين منين؟ قال لي هقول لك القصة بالراحة. أبو الأنبياء التاني كان سيدنا نوح، لأن لما ركب سيدنا نوح في السفينة وخد معاه مجموعة من الناس ما كانوش بيخلفوا، اللي كان بيخلف بس سيدنا نوح. فكان عنده سام وحام وبافس، دول 3 أبناء لسيدنا نوح، هم اللي عملوا الذرية اللي موجودة على الأرض تاني. العرب بقى حظهم الحلو إن هم كانوا من جنس سام ابن نوح، فسمي العرب بالجنس السامي، يبقى احنا ساميون نسبة إلى سام ابن نوح عليه السلام. يبقى العرب تاني بالراحة بقى، أنا هدرس المنطقة ديت جزء مهم من التاريخ اللي قام قبل الإسلام وشهد حضارة، شهد استقرار بشري عاش فيه الناس، وقامت فيه ممالك كتيرة جدا، وهنقول الممالك اللي موجودة عندي بالتفصيل. ولما نيجي نتكلم على المنطقة العربية قلت هي منطقة محاطة بالماء سكنها العرب اللي هم أصلا ساميون، فقلت احنا من الساميون. يعني ايه ساميون؟ يعني من الجنس السامي نسبة إلى سام بن نوح عليه السلام. سكنوا المنطقة ديت، وأول منطقة سكنوها في شبه الجزيرة العربية كانت المنطقة الجنوبية من دولة اليمن. يعني سكنوا في منطقة اسمها منطقة اليمن وعاشوا وشهدت استقرارا بشريا. يلا ملخص الهري اللي احنا قلنا: 1. للجزيرة العربية أهمية استراتيجية. 2. للجزيرة العربية أهمية جغرافية. 3. للجزيرة العربية تعد حلقة اتصال بين الشرق والغرب. 4. سكن العرب منطقة شبه الجزيرة العربية، والعرب لما سكنوا شبه الجزيرة العربية سميناهم من الساميون، أي من الجنس السامي نسبة إلى سام ابن نوح. منطقة الجزيرة العربية ما عاشتش في معزل، يعني ما كانتش عايشة لوحدها، لا ده حصل بينها وبين الحضارات المجاورة تأثير واتصال وتأثر ما بينها وما بين الحضارات المجاورة حولها. يبقى المنطقة العربية ما عاشتش في معزل، لا ده كانت حلقة اتصال بتربط ما بين حضارات العالم القديم، سواء كانت العراق أو كانت مصر أو كانت حضارة بلاد الحبشة أو أي حضارة احنا سمعنا عنها، فهي أهميتها في موقعها الجغرافي. طيب احنا لما نيجي نقسم منطقة شبه الجزيرة العربية، لما تيجي يا مستر تتكلم على منطقة شبه الجزيرة العربية، معلش انا بكلمك بهدوء عشان انت اول درس مش عايز ادوس عليك، فنمشي معاك خطوة خطوة. لما نيجي نتكلم على منطقة الجزيرة العربية هنقسمها، هتقسمها لإيه؟ عندي ممالك، خد بالك بس من اللفظ، ممالك ظهرت واختفت قبل ما يتولد النبي وقبل ظهور الإسلام. يبقى الممالك دي مالها؟ ما عادتش مدة كبيرة، ظهرت واختفت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 2 عندي مدن عاصرت الإسلام فضلت موجودة حتى ظهور الإسلام زي مكة والطائف ويثرب. عندي ممالك ظلت موجودة بعد الإسلام، ودي كانت موجودة في الشمال اللي هي ممالك الشمال، سواء كانت الحيرة والغساسنة. طولت عليك في المقدمة معلش، بس ده مقدمة منهج كامل، فتعال قول لي بقى احنا هنتكلم ازاي. اول حاجة هتكلم عنها هتكلم على ممالك جنوب الجزيرة العربية. اول مملكة عندي في ممالك جنوب الجزيرة العربية موجودة في دولة اسمها دولة اليمن. يبقى ممالك الجزيرة العربية موجودة في دولة اليمن. أين تقع اليمن؟ قال لي اليمن كلها على بعضها كده يا معلم لوكشة واحدة، موجودة في جنوب غرب الجزيرة العربية. موجودة فين؟ جنوب غرب الجزيرة العربية. هايل. اليمن ما شاء الله زي ما انت شايف كده عندها بلكونتين، واحدة مطلة على بحر القلزم والتانية مطلة على خليج عدن. فانت لو جيت بصيت لليمن نفسها موقعها الاستراتيجي هيؤهل اليمن ان هي تشتغل اليمن بدور الوسيط التجاري. يا معلم الكلام كبير يا حبيبي، اصبر خد نفس. اليمن عندها بلكونتين يا مستر. اليمن يعني ايه عندها بلكونتين؟ يعني ليها مكانين مطلين على مسطحات مائية. فالمسطحات المائية لو انت جيت بصيت هتلاقي خليج عدن بيوصلها ببحر العرب، بيوصلها بالمحيط الهندي،
وهتبص تاني هتلاقي موجودة عندي البحر الأحمر، فهتخلي اليمن من أشهر المدن، فتشتغل اليمن كوسيط تجاري أو كترانزيت تجاري. مستر يعني ايه وسيط تجاري؟ معلش عشان خاطري، يعني ايه وسيط تجاري؟ يا ابني بتاخد من هنا تودي هنا، فهي تقع في النص اهي، اليمن اهي هنا كده بعد بحر القلزم أو بعد بحر العرب هتلاقي عندي الهند، فهي واقفة في النص، بتاخد من هنا تودي هنا وتاخد من هنا تودي هنا. فكانت اليمن حلقة اتصال بين حضارات العالم القديم. كلام جميل قوي. يبقى اليمن أول حاجة مكانها بحري، رقم 2 هواها يرد الروح، رقم 3 عندها ما شاء الله بلكونتين على خليج عدن اللي يوصلها بالهندي، وعندها البحر الأحمر اللي يوصلها لو انت طلعت فوق هيوصلها لمصر، لو انت نزلت كده في اتجاه الغرب يوصلها ببلاد الحبشة. وبالطريقة ديت ان اليمن مكانها الاستراتيجي مؤهل لقيام حضارة. فقامت في اليمن العديد من الحضارات. خد بالك اليمن هم أساس العرب، يبقى بداية العرب كانوا موجودين في اليمن. اليمن قامت فيها حقب زمنية، يعني ما قامتش كلها مرة واحدة، قامت فيها عدة ممالك صغيرة. يبقى من ضمن الممالك اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية اللي ظهرت واختفت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هي اليمن. أول مملكة عندي اسمها مملكة معين. اسمها مملكة ايه يا معلم؟ معين. فين معين؟ وضح يا باشا على الخريطة. اهي مملكة معين اهي موجودة عندي زي ما انت شايف. بتقع فين؟ قال لي الحتة دي يا مستر اسمها منطقة الجوف. يبقى تقع معين في منطقة الجوف. الجوف جوه اليمن شوية. طيب تقع في منطقة الجوف، عاصمتها ايه؟ قرناو. وانت بتقولها نسيتها اقعد نونو. قرناو قولها كده بنونوة في الاخر. يبقى هنقول اول مملكة عندي مملكة معين، وقول الله المعين على اللي هيحصل في منهج 25. فلما نيجي نبص نلاقي اول مملكة عندي اسمها مملكة ايه؟ معين. عاصمتها ايه يا معلم؟ قرناو. ايوه نونو وانت بتقولها. بعد كده منطقه موجوده موقعها في منطقه الجوف باليمن. طب هي ليها شهره؟ مالهاش شهره. طيب انا هستفيد ايه من منطقه اليمن دي او منطقه معين؟ انا هستفيد ايه؟ قال لي بص تعال، شايف التاريخ اللي قدامي؟ ايه ده يا مستر هو انا هحفظ تاريخ؟ لا، انت مش هتحفظ تاريخ، ولكن هتاخد التاريخ اللي عندك ده وتعمل له عمليه دراسه حلوه كده. فيقول لي قامت مملكة معين من سنة 1300 قبل الميلاد لسنة 630 قبل الميلاد. تاني كده، مملكة معين قامت امتى؟ من 1300 قبل الميلاد ل 630 قبل الميلاد. استفيد كده ايه؟ بص يا معلم، يبقى انا افهم يا مستر من الهري اللي انت عمال تقوله ايه من الصبح. واحد، اليمن موقعها استراتيجي مهم. 2، اليمن قامت فيها ممالك زي مملكة معين. لما نقول ظهرت 1300 وصلت لحد 630 قبل الميلاد، يبقى إذا معين عاصرت ديانة سماوية واحدة بس، اللي هي إيه؟ اليهودية. يا عم الحاج وأنا هعرف الكلام ده منين؟ هو أنا هفهم الكلام؟ ما هو من التاريخ. احنا بقى شغلتنا نقول لك تعالى يا برنس، تعالى يا حبيبي، انا هعرفك الكلام ده جاي منين ورايح فين. يبقى هنا اللي انا فهمته مملكة معين تقع في منطقة الجوف، عاصمتها قرناو، وكل اللي انا عايز اعرفه ان ظهرت فيها ديانة سماوية واحدة هي الديانة اليهودية. طيب هنكمل بقى تاني مملكة عندي مملكة سبأ، وهنا تاخد نفس عميق وتصبر بقى معايا شوية. سبأ دي احنا سمعناها في القرآن الكريم كتير جدا. يعني مصر مملكة سبأ دي ورد ذكرها في القرآن الكريم طبعا باسم سورة سبأ، وكمان بالقصة التي وردت ما بين سيدنا سليمان والهدهد وبلقيس. ايه ده؟ هي دي سبأ؟ يا عم الحاج، هي دي سبأ. يعني مستر القصة اللي عندنا دي هي دي؟ ايوه يا عم. يا عم انت في تانية ثانوي، هو انت في تانية ابتدائي؟ ما تصبر يا حبيبي لما نحكي لك القصة. مملكة سبأ، قال لي مملكة سبأ ظهرت من 800 قبل الميلاد ل 115 قبل الميلاد. خد بالك انا عمال اكد لك على فكرة قبل الميلاد دي كتير. تقع فين مملكة سبأ؟ قال لي تقع في جنوب غرب اليمن، عاصمتها مأرب، واشتهرت بوجود سد مأرب اللي انهار فكان سبب في تدميرها. بس تاني، اين تقع سبأ؟ اهي سبأ اهي. طب سبأ دي فين؟ قال لي في جنوب غرب اليمن. طب عاصمتها ايه؟ مأرب. لما اقول لك سبأ او مأرب الاثنين بمعنى واحد.
فمأرب عاصمة سبأ، زي ما اقول لك القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية. فسبأ عاصمتها ايه؟ قال لي سبأ عاصمتها مأرب. والناس دي كانت أذكياء جدا، فكان عندهم الأمطار تسقط في اليمن في المنطقة ديت عشان منطقة بحرية، والمناخ اللي موجود هنا مناخ بحري، فكانت تسقط الأمطار عندهم في فصل الصيف. فهم طلعوا أذكياء، فعملوا ايه؟ راحوا عملوا في المنطقة ديت سد اسمه سد مأرب. السد ده يحجز المية وراه فيقدروا يزرعوا، لدرجة ان كانوا بيقولوا ان الستات اللي بتمشي عندهم في البساتين من كتر الخير اللي موجود عندهم، ومن كتر الأراضي الزراعية اللي هم عايشين فيها، ومن كتر الثمار اللي بتبقى ماشية بسبت كان بيتملي من الثمار لوحده، كانوا عايشين في خير وبغدادة والدنيا زي الفل. عيد تاني معلش سبق، معلش كمان مرة، أنا عارف أنا بعيد لك بفلوسك يا باشا. فلما يجي يكلمني على سبق، تقع فين؟ جنوب غرب اليمن، عاصمتها إيه؟ مأرب. طب يا مستر سبق ورد ذكرها في القرآن الكريم؟ قصة مين؟ سيدنا سليمان والهدهد، والملكة بتاعتهم اسمها إيه؟ اسمها بلقيس. فالملكة اللي هي بلقيس أشهر ملكات سبق. فقلنا إن ورد ذكرها في القرآن الكريم، وورد القصة فيها الملكة بلقيس اللي كانت بتحكم. وكانوا مشهورين جدا 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 بالزراعة، وكانوا أذكياء جدا لدرجة ان هم عملوا سد اسمه سد مأرب يحجز المية ورا السد فيستفيدوا بالمية طول السنة. طب انا عايز اقول ايه في سبق؟ استفيد ايه من سبق من الكلام اللي انت قلته؟ ركز بقى كده معايا من الكلام اللي انا قلته في سبق. واحد، اشهر مدن اليمن مأرب، بل واهم مدن اليمن مأرب اللي هي سبأ. طب انا عايز استفيد ايه؟ قال لي النشاط الاقتصادي اللي كان موجود في سبأ هو نشاط الزراعة، وارتبط بالزراعة مشروعات الري. يعني ارتبط عندهم الزراعة مشروعات الري، زي سد اسمه سد مأرب. وطالما هنبني سد، طالما انت يا مستر بنيت سد، يبقى مشهورين جدا بعلم الهندسة، بنسميها الهندسة الزراعية. طيب وده بنسميه في اللغة، خد بالك المعلومات دي استخلاص، بنسميه في اللغة حسن استغلال الموارد. يبقى سبأ أهم المدن اللي موجودة عندي، مأرب أهم مدينة موجودة. طيب النشاط اللي هم شغالين بيه قال لي النشاط الزراعي. طيب مشروعات الري قامت في سبأ في مأرب نتيجة بناء سد مأرب، وكمان عندهم مشهورين جدا بعلم الهندسة، فده بنسميه استغلال الموارد. طيب سبب غنى سبأ زي ما احنا قلنا استغلال الموارد وكثرة الأراضي الزراعية، غير ان طريقة الري عندهم كان الري بالأمطار، يعني كانوا شغالين بالزراعة عن طريق الأمطار اللي موجودة عندهم. كلام جميل قوي. طب رقم 5، سبأ ايه اللي حصل لها؟ طب ما مستر انت لسه جايب لي سيره واحده اسمها بلقيس، قلت لك اشهر ملكات سبأ الملكه بلقيس. فلما نقول ملكه تحكم اقول لهم اخصى عليكم يا اهل سبأ. ايه ده واحده ست بتحكمكم؟ قالوا لي انت مالك انت، احنا راضيين. قلت لهم اخصى عليكم مفيش راجل. قالوا لي نحن نقدر المراه، المراه عندنا يا باشا ليها مكانه. قلت له ازاي تقدر المراه؟ لان للمراه مكانه سياسيه. قلت له اخصى عليكم، لعن الله قوما تحكمهم امرأة. قال لي انت مالك؟ فالمرأة هنا ليها مكانة ايه؟ سياسية. اليمن فين؟ في الجنوب، يبقى في جنوب الجزيرة العربية المرأة ليها مكانة سياسية. في قصة الهدهد قال لي ايه؟ قال لي الهدهد بيتكلم، قال لهم الحق ده انا لقيت واحدة ست بتحكمهم وبيعبدوا الشمس، يبقى العبادة بتاعتهم عبادة الايه؟ الشمس. طالما الشمس اللي موجودة عندهم يبقى كانوا كمان مشهورين بعلم الفلك. يا مستر الكلام ده كلام كبير قوي. طب سقطت سبأ ليه؟ ما هو كانوا عايشين في بغدادة ونعيم والدنيا حلوة بالنسبة لهم وزي الفل. قال لي تعرف اقول لك سقطت سبأ ليه؟ قال لي سقطت سبأ لأسباب اقتصادية وبعد كده أسباب جغرافية. قلت له مش فاهم. قال لي بص، ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم سيل مطر شديد اسمه سيل العرب، هوب راح مكسر سد مأرب. لما كسر سد مأرب انهارت سبأ وانهار اقتصاد سبأ القائم على سد مأرب. فلما انهارت سبأ ايه اللي هيحصل؟ الناس يا عيني هيسيبوا سبأ ويسافروا، هيسيبوا اليمن ويسافروا، فكل سكان الجزيرة العربية اللي ساكنين في سبأ
هيسيبوها ويدوروا على اقرب مكان فيه ميه. هيروحوا فين؟ قال لي بص تعالى كده. فلما يحصل ان ينهار سد مأرب، ايه اللي يحصل؟ اليمن وسبأ يبداوا يشهدوا او يعملوا هجرات. جزء منهم يهاجر يروح يقعد في يثرب ويشتغلوا بالزراعة على مياه الري، وجزء منهم تاني يهاجر يقعد في بلاد الشام ويعملوا مملكة هناك، وجزء منهم تاني يهاجر يروح يقعد في بلاد العراق ويعملوا مكان هناك. إذا لو أنت خدت بالك إن هتلاقي تعتبر مملكة سبأ هي أساس العرب، وانهيار مملكة سبأ أحدثت تغيير ديموغرافي للسكان. إيه تاني كده، تغيير ديموغرافي. والنبي يا جماعه لا تركزوا معايا، ما تبقوش اغلس من الدبانه اللي قرفاني دي. دلوقتي بيقول لي ايه تغيير ديموغرافي؟ يعني تغيير سكاني. لولا انهيار سد مأرب كانت الناس دي فضلت قاعده حاطه ايديها على خدها وقاعده ما بتعملش حاجه، انما انهار السد هنقعد هنموت. فبداوا يهاجروا، فشهدت الجزيره العربيه العديد من الهجرات. عرفنا ملخص سبق الفيديو بالراحه واحده واحده. اول ما تتوه ارجع وهات المعلومه تاني. اخر مملكه عندي مملكه حمير. مملكه ايه؟ يلا حمير مش حمير. انت كده هتقول لي هتجنني، هتقول لي الله المعين على سبأ الحمير. احفظها كده، الله المعين على سبأ الحمير. يا عم هو ده تعليم؟ معلش احنا بنوصل المعلومه شويه، فنقول الله المعين على سبأ الحمير. يعني عندي مملكه معين وسبأ وحمير. اسمها ايه بقى؟ حمير. وحمير ورد ذكرها في القرآن الكريم بشكل غير مباشر، اللي هي في الآية القرآنية اللي بتقول قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. ما علينا. حمير بقى بدأت إمتى؟ من 115 قبل الميلاد. بص لو أنت خدت بالك هتلاقي إن في تزامن بين مملكة معين وسبأ. يعني إيه تزامن؟ يعني الاتنين قاموا في وقت متزامن مع بعضه، لأن قبل سقوط مملكة معين كانت مملكة سبأ شغالة موجودة. طيب لو احنا قلنا مملكة حمير سقطت سبأ، قامت حمير على طول 115 قبل الميلاد لحد 525. فيقول لي حمير سقطت امتى؟ في القرن السادس الميلادي. في القرن الايه؟ السادس الميلادي. قول لي بقى حمير فين؟ قال لي تقع بين مملكة سبأ وبحر القلزم. حمير يا معلم قاعدة رشقة على البحر، يعني لو قامت موجة تغرق حمير باللي فيها. يبقى حمير موجودة هنا. موجودة هنا فين؟ موجودة على بحر القلزم، ما بين مملكة سبأ وبحر القلزم. ده يخلي حمير مالها؟ يخلي حمير أهم مدينة في بلاد اليمن تشتغل بالترانزيت التجاري وبالنقل التجاري. فعملت لها أسطول صغنطوط كده تسترزق بيه. تنقل البضايع منين؟ تنقل البضايع من الهند للحبشة، وتقف تقول يلا يا جماعة الهند الحبشة، وتبدأ تحمل من هنا لهنا. لان انت لما تيجي توصل من الهند عايز توصل للحبشة لازم تعدي على اليمن، عايز تطلع من الهند تروح مصر لازم تعدي على اليمن. ليه؟ لان اليمن موقعها استراتيجي مهم. فمملكة حمير استغلت موقعها الاستراتيجي وكانت عاصمتها مدينة ريدان او زفار. اقول لك انا بقى حمير سقطت ليه؟ خد بالك الكلام ده مش عندك في المنهج. فيقول لي سقطت حمير بسبب الاضطهاد الديني. ايه الاضطهاد الديني؟ كان عندها ملك ظالم اسمه يوسف ذو نواس، كان راجل يهودي. لما ظهرت المسيحية راح مولع في المسيحيين اللي موجودين هناك، اللي هم نصارى نجران اللي موجودين في اليمن. فجاء الأحباش ملك الحبشة بدأ يساعد نصارى نجران، فسقطت اليمن في ايد الأحباش. مين بقى اللي سقطت؟ حمير. آخر ممالك اليمن سقطت في ايد مين؟ الأحباش. ومن التاريخ ده الأحباش اللي هم بتوع الحبشة احتلوا اليمن وفضلوا موجودين فيها لحد بقى قصة أبرهة الحبشي اللي جاء من اليمن وكان باني كنيسة في اليمن، والقصص اللي احنا عارفينها دي كلها. يبقى تعالى بقى نقول احنا فهمنا ايه من حمير. انا فهمت ايه يا مستر من حمير؟ طيب اقول لك انت فهمت ايه يا برنس. واحد، حمير موقعها على البحر، موقعها الجغرافي استفادت منه في التجارة. يبقى لما قارن ما بين سبأ وحمير، سبأ اشتغلت بالزراعة، حمير اشتغلت بالتجارة، وكانت مشهورة بالصناعة وخاصة صناعة السفن، واشتغلت بالنقل البحري. النقل ده بنسميه ايه؟ كانت حمير بتقوم بدور الترانزيت التجاري. من خلال التاريخ اللي انا شفته هي سقطت 525 ميلادي،
يعني سقطت في القرن السادس على ايد الاحباش، وده وان دل يدل على ان حمير عصرت ديانتين سماويتين. ايه هما الديانتين السماويتين؟ اليهودية والمسيحية. وده اللي حصل زي ما انا قلت لك. يوسف ذو نواس اليهودي اضطهد المسيحيين وعذبهم وبهدلهم لدرجة ان جاء ملك الحبشة بينصرهم وواقف معاهم. ده بالنسبة للممالك التي ظهرت واختفت قبل ميلاد النبي، ما شافتش النبي ولا حتى عصرة وجود النبي، لأن حمير سقطت 525 والنبي اتولد 570. يعني آخر مملكة سقطت قبل ما النبي يتولد بما يقرب من قول 50 سنة، أو قول 50 سنة. أنا طبعا شاطر في الرياضة جدا. فبالطريقة اللي احنا شايفينها ديت يقول لك إيه؟ يقول لك هذه الممالك ظهرت واختفت إمتى؟ قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. الممالك دي فين يا برنس؟ في الجنوب. انا عايز افهم بس حاجة، مستر لما مملكة سبأ انهارت، ما انت قلت لي عملت تغيير ديموغرافي، يعني انت عايز تفهمني ان العرب كلهم ولاد عم؟ ايوه، العرب كلهم ولاد عم، والنبي ما تربسش دماغك. كلنا ولاد عم، كلنا من اصل واحد، كلنا من اب واحد، كلنا من عرق واحد، كلنا عيلة واحدة مع بعضينا. فاحنا كعرب كلنا ايه؟ عيلة واحدة مع بعضينا. طيب انا عملت لك كده ملخص للهري اللي انا قلته في كلمتين. بص يا غالي، اشهر مدن اليمن في الصناعات البحرية والتجارة والنقل البحري كانت حمير. اشهر الممالك اللي اشتغلت بالزراعة والهندسة كانت سبأ ومأرب. اشهر النساء في اليمن ودورها الملكة بلقيس ودورها سياف. اسباب سقوط كل مدينة احنا قلناها. اتكلمنا طبعا على معين ما لناش اسباب سقوط. اتكلمنا على سبب سقوطها انهيار سد مأرب. اتكلمنا على حمير واحنا قلنا سبب سقوطها شوية خلافات دينية حصلت في عهد يوسف ذو نواس، اللي المفروض تعرف عنه معلومات بالرغم انه هو مش موجود عندك في المنهج، عشان ما تفضلش تقول لي انت بتألف يا عم الحاج. يا عم الحاج بيجي لك كلام والله من بره المنهج، فعشان خاطري تستحملني وتستحمل رغي وتستحمل كل كلمة انا بقولها لك. طيب سبب سقوطهم ولم يستمروا حتى ظهور الإسلام. ايه سبب سقوطهم ولم يستمروا حتى ظهور الإسلام؟ قلنا سقطوا لأسباب اقتصادية بسبب سبأ. المملكة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم زي ما احنا قلنا مملكة سبأ، ومن خلال خريطة وضحنا أقدم المناطق الحضارية اللي كانت موجودة، والمملكة اللي ساهمت في التغيير التركيب الديموغرافي طبعا دي بالنسبة لمملكة سبأ، والعاصمة بتاعتها كانت مأرب. تعال بقى ننقل على حاجة جديدة وهنتكلم على مدن غرب الجزيرة العربية. لازم من خلال الخريطة اللي قدامك توضح الممالك اللي موجودة عندي في غرب الجزيرة العربية. مستر انت قلت حاجة غلط. انا قلت حاجة غلط على اساس ان انت تصحح لي في الكومنتات. ايه الغلط اللي انا قلته؟ ان انت قلت ممالك. انا عندي مدن قامت في غرب الجزيرة العربية، وما ينفعش اقول عليها ممالك، اقول عليها ايه؟ مدن قامت في غرب الجزيرة العربية، وهي مكة. خد بقى بالترتيب اهي. مكة مكانها، لازم تعرف مكانها. شمالها على طول يثرب، جنوبها على طول الطائف. التقسيمة دي مهمة. تاني بص معايا كده على الخريطة، انا بتكلم دلوقتي على المدن، ما ينفعش اقول ممالك. ليه ما تنفعش تقول ممالك؟ لانها لم تقم فيها نظاما موحدا، ما كانش فيها نظام حكم واحد، وانما نظام الحكم اللي فيها كان مختلف. طيب الممالك اللي موجودة عندي ايه هي؟ قال لي بص المدن، عندي مدينة مكة، وعندي مدينة يثرب، وعندي الطائف. بص كده الترتيبة: يثرب شمال مكة، مكة في النص اهي ما بينها وما بين الطائف، الطائف جنوب مكة على طول. طب انا هتعرف عليهم. تعالى كده نتعرف على اشهر المدن اللي موجودة عندي في جنوب غرب الجزيرة العربية، او في غرب الجزيرة العربية اول مدينة عندي مدينة مكة، اشهر مدن الحجاز. ليه مشهورة مكة؟ يا عم الحاج ده انا نفسي اعمل عمرة، اروح اغسل الذنوب اللي عندي. تروح تعمل عمرة فين؟ اروح السعودية. هي مكة فين؟ ما يا ابني مكة في السعودية. هو انت لسه داخل في الاسلام جديد؟ لما اقول لك مكة تعد مكة اشهر مدن الحجاز. ليه اشهر مدن الحجاز؟ لوجود الكعبة المشرفة. مستر هو مين اللي بنى الكعبة؟ الملائكة، واللي رفع القواعد سيدنا إبراهيم. وسيدنا إبراهيم لما بنى الكعبة بدأ ينادي يا جماعة ده بيت ربنا في الأرض، فبدأ كل الناس
يروحوا يحجوا للكعبة. لما يروحوا يحجوا للكعبة يعملوا هم هناك ايه؟ شوبنج. يقول لك انت جيت، انت رحت الكعبة والنبي وانت جاي يا اخي هات لي معاك سبحة وطاقية وهات لي جلابية وهات لي مش عارف ايه. ايام الكفار كانوا زمان بقى بيروحوا يحجوا للكعبة وعارفين ان الكعبة ليها اله، وهو هناك يقول له هات لي معاك الهين صغيرين كده اتسلى بيهم في العبادة وانا قاعد في البيت. الناس دي دماغها عالية، يعني تحس ان كانت ذهبت منهم ولم تعد. فلما نيجي نقول مكة مشهورة بإيه؟ أشهر مدن الحجاز. ليه أشهر مدن الحجاز؟ لمكانتها الدينية. إيه المكانة الدينية بتاعتها؟ وجود البيت الحرام، الكعبة. طيب هي مشهورة تاني؟ طبعا. إيه اللي اداها أهمية؟ قال لي الأهمية الاقتصادية. إيه بقى اللي اداها أهمية اقتصادية؟ قال لي بص يا برنس، بص بقى كده الخريطة معايا. فيقول لي مكة مالها؟ أهي شايفها؟ موجودة على طرق التجارة بين الشام واليمن. فكانت مكة عشان عندها فقر اقتصادي، ما عندهاش موارد اقتصادية، لا عندها زراعة والدنيا عندها بايظة. فمكة نظرا لموقعها تقع على طرق التجارة بين الشام وبين اليمن. فمكة استغلت الموضوع ده في ان هي كانت بتنظم رحلتين: رحلة للشام في فصل الصيف، هات الشين، شام في فصل الصيف، وفي فصل الشتاء لليمن. ما تجيبش شين مع شين. الشتاء رايحين فين؟ رايحين اليمن. الصيف رايحين فين؟ رايحين الشام. حتى الله سبحانه وتعالى في القرآن قال ايه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. يعني مكة نظرا للموقع الجغرافي وفقر الموارد ما كانش عندها، وكمان هم مشهورين قوي بحرفة التجارة، فكانوا بيعملوا رحلتين: رحلة للشام ورحلة لليمن، يجيبوا الموارد اللي تكفيهم لمدة 6 شهور. طيب وبعد كده يبيعوا المنتجات فين؟ في الأسواق بتاعتهم. طب الأسواق بتاعتهم اسمها ايه؟ عكاظ وذي المجاز ومجنة. طيب يا مستر، وهم طالعين من مكة بيعملوا ترانزيت فين؟ في يثرب. بيقعدوا كده هناك في كافيه في يثرب، يقعدوا يشربوا شوية أي حاجة دافية عشان الطريق طويل. يبقى يثرب بالنسبة لمكة برضه ليها مكانة تجارية، فهي تقع على طريق التجارة بين مكة وبين الشام. يا مستر كمل كده. بص يا باشا، يبقى مكة ليها مكانة اقتصادية وليها مكانة دينية. أيهما أهم؟ الدينية. اشمعنى الدينية؟ بقول لك يا اخي وانت مسافر ما تنسانيش بسبحة، فبتروح تلف في اسواق مكة تشتري اي حاجة من هناك وانت جاي، رغم ان انت ممكن تجيب الحاجات دي من مصر، بس يقول لك لا انا هجيبها من هناك عشان خاطر تباركا وتيمنا بالاماكن اللي موجودة هناك. فيقول لي مكة مشهورة، اللي اداها مكانة دينية واللي زودها المكانة الاقتصادية عشان موقعها الجغرافي على طرق التجارة بين الشام واليمن، وكانت بتنظم رحلتي الشتاء والصيف عشان موقعها الجغرافي، غير شهرة أسواقها اللي كانت مشهورة زي سوق عكاظ وذي المجاز ومجنة. بالطريقة ديت تعد مكة أشهر مدن الحجاز، بما فيها قبيلة من أشهر القبائل وهي قبيلة قريش، اللي منها أطهر البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال نتكلم على يثرب. يثرب اسمها مشهور، كان زمان اسمها يثرب، بعد كده أطلق عليها المدينة، بعد كده سموها المدينة المنورة في العهد العثماني. يثرب موجودة على طرق التجارة بين مكة والشام زي ما أنا لسه قايل لك. يعني أنت تطلع من مكة تعدي على يثرب توصل الشام، قلت لك تقعد في يثرب تشرب حاجة دافية عشان الطريق وبعد كده تكمل الشام. طيب يبقى يثرب ومكة الاتنين يلتقوا مع بعض في الايه؟ قال لي في الأهمية التجارية. يعني انت قلت لي اهم نشاط موجود في مكة النشاط التجاري، اما يثرب اهم نشاط موجود في يثرب النشاط الزراعي، فهي واحة زراعية. واحة زراعية ازاي؟ يعني كانوا بيزرعوا فيها على مياه الآبار. طيب يبقى هي ليها أهمية تجارية بس مش نشاط رئيسي. النشاط الرئيسي الأهم اللي موجود، قال لي لا هم فلاحين بيشتغلوا بالزراعة. طب هم أساسهم منين؟ قال لي اصبر بس عليا، هم بيشتغلوا بإيه؟ قال لي بيشتغلوا بالزراعة وبيشتغلوا بالتجارة. طب إيه النشاط الأعم؟ الزراعة. وإيه النشاط الثانوي؟ التجارة. يلا بقى في مكة النشاط الأعم التجارة. ما عندهمش زراعة، ما بيزرعوش في مكة كتير، بيزرعوا في مناطق تانية. فيقول لي يثرب مهمة تقع شمال مكة
تشترك مع مكة في الأهمية الاقتصادية، فهي تقع على طريق التجارة. طيب الأهمية الاقتصادية الأكثر إن هي واحة زراعية. قلت لي مين بيسكن يثرب؟ قبيلتي الأوس والخزرج. إيه؟ قبيلتي إيه؟ الأوس والخزرج. اعرف الاسمين دول عشان ليهم دور كبير قوي معايا في المنهج. فقبيلتي الأوس والخزرج دول مالهم؟ قال لي دول يا مستر هاجروا من اليمن بعد انهيار سد مأرب. قلت لك ايه؟ قلت لي ايه سبب اهل يثرب اللي هي الاوس والخزرج الاستقرار في يثرب بكل سهوله؟ اقول لك بكل سهوله، هم شغالين ايه اصلا في سبأ؟ شغالين بالزراعه. لما انهار سد مأرب هم عندهم خبره مسبقه بايه؟ عندهم خبره بالزراعه، فيدوروا على مكان فيه زراعه. فضلوا ماشيين 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 لحد ما نزلوا في يثرب، لقوا شويه ابار هناك، رووا بيها وسقوا وقعدوا وزرعوا. يبقى الزراعة يثرب النشاط الأساسي اللي موجود فيها النشاط الزراعي. البيئة اللي هم كانوا جايين منها اللي هي بيئة سبأ هي اللي مكنتهم انهم يقدروا يقعدوا ويستثمروا مجهودهم في سبأ ويستقروا. يبقى انا دلوقتي عندي كم معلومة عشان ما انساهاش. لما اجي اقول لك يثرب نشاطها الاقتصادي ايه؟ الزراعة. اشمعنى الزراعة على مياه الآبار عكس سبق كانوا بيروا على مياه الأمطار؟ طيب ايه اللي خلاهم يستقروا؟ قال لي البيئة التي قدموا منها. البيئة اللي مين قدم منها؟ الأوس والخزرج، فاداهم حاجة اسمها خبرة مسبقة بهذا النشاط. يبقى اداهم خبرة قبل كده، ان هم كان عندهم خبرة مسبقة بالنشاط الزراعي. طيب ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة ليثرب. مستر في معلومة انت نسيت تقولها. ايه المعلومة اللي انت نسيت تقولها؟ ان سبأ اللي هي مأرب زائد يثرب بتساوي عصبية، يعني بتساوي أصل واحد، يعني بنسميه دم واحد ونسب واحد. فأصلا أهل يثرب هم قبائل يمنية هاجرت بعد انهيار سد مأرب، لأن احنا قلنا ايه سبب الانتشار الديموغرافي للسكان؟ هو انهيار سد مأرب. كلام جميل. طولنا؟ معلش استحمل. تعال نتكلم على الطائف يا لطائف عشان تفهم. مستر الطائف مش في المنهج، معلومة إسرائيلية. قلت له إسرائيلية دي سيبك منها خالص وركز معايا في اللي هقوله لك. أين تقع الطائف؟ جنوب مكة. ما أنا قلت لك مكة اهي تحت الطائف فوق يثرب، فتقع الطائف جنوب مكة. بص بقى، أهل مكة لما بيكونوا حرانين هيروحوا الساحل؟ لا، يروحوا الطائف. فالطائف مناخها معتدل، يبقى اللي اداها أهمية المناخ بتاعها، فهي تقع على مرتفع أكتر من 1800 متر فوق الجبل. فالطائف تتميز بمناخها. تقع جنوب مكة، مناخها معتدل بسبب عامل الارتفاع. أهل مكة يستغلوها في زراعة العنب عشان استغفر الله العظيم يصنعوا منه الخمرة. هم كانوا بيشربوا خمور يا مستر، معلش احنا طبعا بعيد عن الحاجات ديت. وسكنها قبيلتي ثقيف وهوازن. يبقى كل اللي انا عايز اعرفه عن الطائف ان اهل الطائف كان بيسكنها قبيلة ثقيف وهوازن. اهل مكة يروحوا يصيفوا هناك ويزرعوا العنب عشان يصنعوا منه استغفر الله العظيم الخمرة. بص بقى يا غالي، فهمت ايه من الكلام اللي قلته؟ يلا نحل مع بعض كام سؤال. بص، مكة لها شهرة نقط ونقط. يلا هتقول معايا مكة لها شهرة اقتصادية ودينية. برافو عليك. خدت بالك انت خدت من مكة من المناطق الزراعية الواسعة وكانت بتعتبر الطائف مزارع ليها. السبب الأساسي في تشكيل مناخ حضاري في غرب الجزيرة العربية هي مأرب. يخرب بيت مأرب دي. ايوه، ما لولا انهيارها ما كانش حصل حاجة. الحرفة المنتشرة في مكة، اقول له حرفة التجارة وايه تاني؟ والصناعة. ايه علاقة يثرب باليمن؟ ولاد عم. يا مستر اكتب له ولاد عم؟ يا عم ذات اصل عرقي واحد. مكة والمدينة تشترك في الأهمية التجارية التي تقع على طرق التجارة. احنا بندردش معاك كده شوية. تعال نتكلم في آخر حاجة عندنا النهاردة في الجزء الأول. هنتكلم على الممالك اللي موجودة شمال الجزيرة العربية. يا لهوي، لسه هرجع للخريطة تاني. ارجع تاني يا مستر معلش. بص بقى الخريطة اللي عندي.
لو انت بصيت لممالك شمال الجزيرة العربية هتلاقي عندي ممالك قامت في بلاد الشام. مستر الشام دي فين؟ شام شمال غرب، الشام شمال غرب، ودي سكنت في المنطقة ديت عدة حضارات. بص ركز كده معايا، ركز على الخريطة، الخريطة دي والله مهمة. بص تدمر اهي في الشمال، الأنباط في الجنوب، الغساسنة في الوسط. أقرب واحدة للبحر المتوسط الغساسنة، أقرب حضارة للبحر المتوسط هي الغساسنة. يبقى اللي أنا عايز أعرفه تدمر والأنباط والغساسنة. كم مملكة؟ 3. مستر جايين منين؟ يا لهوي جايين من اليمن بعد انهيار سد مأرب. يعني يا مستر كل دول ولاد عم؟ كل العرب ولاد عم، كلهم ذات اصل عرقي واحد. يبقى بعد انهيار سد مأرب ناس هجرت وراحت قعدت في الشمال الغربي في بلاد الشام على البحر المتوسط، فعملت حضارات منها الغساسنة تدمر والأنباط، ومنها ناس راحت هجرت شمال شرق فقعدت في العراق في منطقة اسمها الحيرة على نهر الفرات. طيب لو انت جيت بصيت بعد العراق هتلاقي دولة الفرس بيسموها الدولة الساسانية. ايوه قطع كلمة الساسانية. والغساسنة قعدت جنب الروم، الروم والفرس متخانقين، ما وضع الحيرة والغساسنة ده اللي هنقوله. تعال بقى نتكلم على الممالك اللي موجودة عندي. بص يا باشا، أول مملكة زي ما احنا اتكلمنا عنها الممالك اللي قامت في بلاد الشام تدمر والأنباط والغساسنة. كلمني الأول على تدمر، دي موجودة في بلاد الشام، حكمتها ست جميلة قوي اسمها زنوبيا. اسمها ايه؟ لا مش زنوبنا، يخرب بيت، مش زنوبنا كتير انما دي اسمها ايه؟ زنوبيا. الملكة زنوبيا ملكة تدمر. ايه ده يا مستر؟ ايه ده هم ما عندهمش رجالة تحكمهم زي سبق؟ قال لي بص يا برنس، لما يجي يقول لي الدور السياسي للمرأة ظهر في الأطراف الشمالية والأطراف الجنوبية، زي مين؟ بلقيس ملكة سبق، وزي زنوبيا ملكة تدمر. خلاص أنا فهمت المعلومة. الأنباط دي موجودة في بلاد الشام، ودي ورد ذكرها في القرآن الكريم، اللي هي ديار قوم صالح اللي هم ديار ثمود، ودي فيها مدينة اسمها مدينة الحجر هنتكلم عنها آخر الدرس. طيب لما نيجي نتكلم على الغساسنة، قلت لك الغساسنة قامت امتى؟ من 220 ميلادي، يعني من القرن الثالث. جبت كلمة القرن منين؟ تعال عند آخر رقم وزود 1، يبقى ده اسمه القرن الثالث حتى نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع. طيب تاني مملكة اسمها الحيرة من القرن الثالث حتى نهاية القرن السابع. لذلك الاثنين تزامنا. يعني ايه تزامنا؟ ظهروا مع بعض واختفوا مع بعض وسقطوا مع بعض. ابدأ الأول بالغساسنة في بلاد الشام. الغساسنة قبائل اسمها قبائل الايه؟ الأزد. الايه؟ الأزد اليمنية اللي هجرت بعد انهيار سد مأرب. اقف، الأزد، الأوس والخزرج، سبأ، مأرب، كل ده ان العرب ذات اصل عرقي واحد. بص انا بعدها لك للمره المليون. عاصمتها الغساسنه عاصمتها ايه؟ قال لي تعددت العواصم، منها الجابيه في الجولان، اشهر ملوكها جبل بن الايهم. ايه ده؟ ايه حرف الجيم اللي جه ورا بعضه؟ جابيه في الجولان، جبل بن الايهم، ده اخر ملوكها يا جبله. قال لي نعم. قلت له انت واقف مع مين؟ قال لي بص انا يا باشا عشان قريب من الروم فعملت قريب من الروم. انت خدت بالك من الكلمة؟ يعني ايه قريب من الروم؟ يعني عشان انا قريب من الروم، الموقع الجغرافي بتاعي قريب من الروم، انا عملت تحالف مع الروم. يبقى الغساسنة عاملة ايه؟ الغساسنة عاملة تحالف سياسي وعسكري مع الروم. اشمعنى الغساسنة اختاروا الروم؟ قال لي عشان موقع جغرافي قريبة منها. فالغساسنة عملوا تحالف مع الروم ووقفوا مع الروم. دين زي الروم، الديانة المسيحية بتاعتهم، وكل عاداتهم وتقاليدهم خلاص بقوا يبقوا زي الروم بالظبط. طيب قلت لي يا مستر سبب انهيارها ايه؟ اقول لك انا، جبل بن الايهم. جبل بن الايهم قال انا هتحالف مع الروم. انت متخيل بقى الاسلام ظهر
والمسلمين ظهروا وبدأ الإسلام ينتشر، فراح لهم سيدنا خالد بن الوليد يدعوهم للإسلام فرفضوا، فدخلوا معركة اسمها معركة اليرموك. تعالى يا جبلة تقف مع مين؟ مع الروم ولا عيال عمك؟ قال لي أنا بصفتي جبلة بن الأيهم أقف طبعا مع الروم. قلت له عيال عمك؟ قال لي اسكت يا مستر، مفيش حاجة اسمها عيال عم. قلت له بقى أنت يا جبلة تفضل التحالف السياسي على الأصل العرقي؟ قال لي طبعا أفضل حلفائي. قلت لهم خليهم ينفعوك. فاتضرب الروم واتضرب جبل بن الأيهم وسقطت الغساسنة تحت أقدام المسلمين، وبالطريقة ديت ما نفعتوش التحالفات الدولية ولا نفعوا سياسة التكتل الدولي ولا نفعوا ان ممكن اي دول تحط ايديها في ايدين بعض، فسقطت بسبب غباء جبل بن الأيهم اللي حط ايده في ايد الروم ضد المسلمين. طيب طبعا سقطت على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه. تعال بقى نتكلم على الحيرة. خد بالك الغساسنة كانوا بيروا المية بتاعتهم، يعني بيشتغلوا بالزراعة على بئر يقال له غسان، عشان كده احنا سميناهم غساسنة. الحيرة دول موجودين في العراق، ودول نشأوا برضو زي ما انا لسه قايل لك في القرن الثالث نتيجة هجرة قبائل يمنية. يا الله، يبقى الغساسنة والحيرة ولاد عم. ايوه يا جدع انت، ذات اصل عرقي واحد، الاتنين ولاد عم. الحيرة تحالفت مع الفرس، حطت ايديها في ايدين الفرس وعملوا تحالف مع بعض سياسي وعسكري. يبقى مصر الحيرة عاملة تحالف مع الفرس، اسمها الدولة الايه؟ الساسانية. والغساسنة عاملة تحالف مع الشام. تعالى قول لي بقى بلغة الإحصاء وبلغة الرياضة، إذا قامت حرب بين الروم والفرس فإنه بالضروري يقتضي قيام حرب بين الغساسنة والحيرة. وبالفعل الغساسنة والحيرة كانوا بيضربوا بعض عشان الروم والفرس كانوا بيضربوا ايه؟ بعض. احنا يا باشا ماشيين في الرجلين. الحيرة قاعدين عند نهر الفرات، يبقى انا خدت كده اليمن بيزرعوا بالمطر، يثرب بيزرعوا بالابار، الغساسنة بيزرعوا بالابار. بالنسبة للحيرة بيزرعوا بمياه الانهار اللي موجودة عند نهر الفرات. اشهر ملوك الحيرة النعمان بن المنذر، وطبعا أصبحت جزءا من الدولة الإسلامية على يد سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه. العرب كلهم يا باشا ولاد عم، واختلفوا بعد انهيار سد مأرب. احنا بنعيب على ممالك الشمال عشان هم فضلوا التحالفات السياسية على أصل العرقي. قامت الحروب بين الأخوة في الشمال عشان التحالفات السياسية بين الروم والفرس. الممالك الشمالية فضلت موجودة لحد الإسلام عشان اللي اداها قوة وقواها هو تحالفاتها السياسية. طبعا تحالفت الغساسنة مع الروم والحيرة مع الفرس عشان الموقع الجغرافي. أشهر الحرف في ممالك الشمال كانت الزراعة، ولكن اختلفت طريقة الري. تزامن نشأة الحيرة والغساسنة. يعني ايه تزامن؟ يعني قاموا الاثنين في وقت واحد. حضارات الشمال حضارات يمنية منقولة متأثرة بالحضارات المجاورة. لو قامت حرب بين الروم والفرس لازم تقوم حرب بين الحيرة والغساسنة. كده احنا حكينا لك الجزء الأول من الدرس عشان ما تقلش عليك من أول حصة. إن شاء الله هتروح تتفرج على الفيديو وتبص على الPDF وتحل وتسمع الفيديو مرة واتنين وما تراكمش من أولها. مفيش حاجة اسمها تراكم، هتابعك خطوة بخطوة، وبعد كده تدخل تحل الواجب وتسمع الفيديو بتاع حل الواجب وتحل امتحان، وكمان أديك درجة للامتحان. ولو في أي استفسار يا برنس احنا معاك خطوة بخطوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.